بونسوار، معاكم نوران إمام، فاشن بلوجر انفلونسر هاشتاج ترافلر جزر البهاما. هكون معاكم النهارده وكل اسبوع نسأل الله التسهيل هنا في الوصفة بيوتي في فقرة لوكات. وانا بدور وبعمل الريسيرش بتاعي في الترندات لقيت ان معظم الترندات او كلها بطلاتها سيدات. قلت استخدمها واستغلها كمثال حي بيوضح سيكولوجية المرأة. بس قبل ما اتكلم عن سيكولوجية الست احب ابدأ الفقرة بالخبر الحلو ده، وهو تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائيات مونديال قطر 2022. وحقيقي الفرحة كانت اضعاف نتيجة ان هم بيلعبوا بلد عربي. فعلا في الغربة العرب بيبقوا عارفين بعض على عكس الاوروبيين. الهولندي بيبقى ماشي مش عارف اخوه البولندي. بس في عز اجواء الفرحة دي كان في واحدة حزينة حاطة ايديها على خدها. وهي مين؟ الحزينة هي كانت زوجة اللاعب المغربي اشرف حكيمي، واللي نكدت عليه في وسط الكاميرات دي كلها وفي عز فرحتنا كلها، علشان اول اما الحكم اعلن نهاية المباراة اللاعب راح يجري يحتفل مع اصدقائه، وازاي هي ما تكونش اول المحتفلين معاهم. فقررت ان هي تنكد عليه وتبستفه قدام كل الكاميرات وقدام العالم كله ويبقى فضيحة المونديال كلها. والهرمونات طلعت عليه وبقى حديث الساعة. والخلاصة لو انت فرحان خليها هي اول الناس اللي بتحتفل معاه عشان ما يبقاش شكلك زي اشرف حكيمي وتتبستف قدام العالم كله. وفي مشهد تاني في نفس سياق مونديال قطر 2022 خرجت روجينا حبيبة ال100 مليون مصري والملايين والعالم كله تدعم زوجها على حسابها الشخصي، وبتقول لو رونالدو ما عندوش اي مشجع فهكون انا موت، ولو عنده مشجع واحد هيكون انا، ولو العالم كله ضد رونالدو هكون انا ضد العالم كله. اصيلة يا ام العيال. فالخلاصة كده خليك ليها رونالدو هتكون ليك جورجينا. وبرضه من المشاهد المؤثرة اللي شفناها في مونديال قطر 2022 هو احتفال لاعب سفيان بوفال مع والدته. صراحة المشهد ده خلى الدمعة تفر من عيني، بس حقيقي كان مشهد بيأكد ان الست هي الداعم الاول والاخير، سواء كانت ام، زوجة، حبيبة، صديقة، على رأي ليلى علوي. واحب اوجه رسالة لاشرف اتعلم من سفيان، هي سيكولوجية واحدة وخطوات واحدة هتمشوا عليها هتاخدوا عينينا وحلة محشي كمان. وفي مشهد بيظهر سيكولوجية الست كصديقة ظهر جوليا روبرتس بفستان كلنا عارفينه هي مستوحاة من هند عاكف أو مستلفاه من هند عاكف، احنا مش متأكدين، بس ظهر الفستان بنفس فكرة فستان هند عاكف، وكان الفستان عبارة عن صور لجورج كلوني في مراحل حياته كلها، وهي لبست الفستان دوت عشان تدعمه في مهرجان هو كان هيتكرم فيه. واخر مثال عن سيكولوجية المرأة، وحقيقي انا بريئة من المرأة دي، هي مرأة تبلغ 90 سنة قررت تكمل تعليمها. لحد هنا الخبر تحسه بيدل على العزيمه والقوه، بس في الحقيقه اما جم سالوها قالوا لها انت ليه قررتي تكملي تعليمك بعد الانقطاع ده كله؟ قلت لهم صح كنت بدور على الحب. ايوه الحب اللي هو اللاف وكده، دي حاجه كده زي بكون نفسي يعني. وكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، وانا استعرضت لكم سيكولوجيه الست وكذا طريقه تتعاملوا معاها. استنوني الاسبوع الجاي في ترندات اكتر ومواضيع اكتر. كانت معاكم نوران امام، فاشن بلوجر انفلونسر هاشتاج ترافلر جزر البهاما. استنوني الاسبوع الجاي.